اهلا بكم مره تانية. الحلقه ديت كده بنفتش في الماتيريال في البرنامج، لقينا فولدر دوله المغرب الشقيق. ياه، وحشتوني يا مغاربه والله. حقكم عليا، لا بحبكم بالذات والله. يعني قلت لازم اطلع الفايلات بتاعتكم واشوف ايه اللي بيحصل عندكم. ايه كل الهاشتاجات دي يا جماعه؟ غضب شعبي في المغرب بسبب ارتفاع اسعار المحروقات اللي مأثره على كل حاجه، والناس من دقيقه نزلت بكلامها الشارع، وكله شارك في المظاهرات من اول الفيت لحد الرينج روفر. ثانيه واحده، ايه ده؟ هي وصلت ان الرينج روفر يتظاهر؟ ده احنا عندنا في مصر اللي معاه توك توك يعتبر من كريمه المجتمع، ما شاء الله. لا بس الحكومه المغربيه بصراحه ما سكتتش يا جماعه على الحال ده. اول ما شافت الحال وصل لكده على طول قامت بتنظيم احتفال تكريم اجمل سياره لسنه 2022. ده كانوا في مقتل، حتى فازت فيها عربيه موديل الحرب العالميه الثانيه، وقالت لهم مش فارقه يا جماعه، ما كله حاله واقف وماشي بالجاز. بس بجد يا جماعه، هو ايه السبب في الموضوع ده؟ ما دي ازمه عالميه وكل الدول واقعه فيها اصلا. لك لا 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 معلش يا جو، انت مش فاهم، تعال نفهمك بقى. ما انت مش عارف الحكومه في المغرب بتعمل ايه. الحكومه عندنا في المغرب بتستسهل، وبدل ما تستورد خام النفط وتشغل مصفة الحكومه بتاعه البلد، بتستورد النفط على الجاهز عن طريق شركات خاصه تابعه ليها في الحكومه. وبقى الاختيار اللي يفيد البلد يدور المصالح الخاصه باعضاء الحكومه. قالوا احنا لسه يابا هندخل في منافسه على السوق، هنلغيه خالص، وبكده فرق السعر يتحمله المواطن المغربي. والشركات بتاعتنا اللهم صل على النبي بتعمل ارباح ياما. اللهم صل على النبي. الناس قلت اكتر وخافت على الاسعار، وقالت المنتجات كده هتتاثر بسبب الازمه ديت، والكل طالب الحكومه تلتزم بالدعم على المنتجات الاساسيه في المغرب. طب يا جماعه، ما حد يكلم اي مسؤول كده في الحكومه؟ اكيد يعني رقمهم موجود على مكاتب نواب البرلمان والسياسيين والخبراء اللي اكيد دورهم يراقبوها. واكيد برضه وصل لهم الهاشتاجات والغضب الشعبي اللي في المغرب اللي بيقول ان الحكومه المغربيه هي السبب الاساسي في الغلاء والمعاناه اللي الناس عايشاها في المغرب. ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب يلقي بظلال داكنة على حكومة عزيز أخنوش. حملة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المنتجات الأساسية في البلاد. موضوع المحروقات حق يراد به باطل. نحن أمام أزمة مستوردة، أزمة مزدوجة. كاين أيادي خفية من أجل زعزعة الأمن والاستقرار. العولمة خلقت لنا هذا المشكل. جهات تهيج الشعب المغربي. شكون هذا الهاشتاج بعدها بيجا؟ هاشتاج صنع جزائري. حنا نتحكموا في الوضع الدولي، الوضع الدولي يتحكم في ذاته. شكون هذا؟ شنو سميتو الهاشتاج؟ شنو سميتو؟ ولا الهاشتاج كتعرفوا انت؟ انت كتعرفوا؟ انت كتعرفوا؟ كتعرفوا انت؟ وشرفك ما اعرفه. ايه يا جماعه الكشتاخ ده؟ مين بجد وشغال في حزب ايه الكشتاخ ده؟ حد يرد عليا. لا وروني صورته كده. ده ايوه عرفته، اللي بيحطوه على تويتر، ساعات بشوفه على التيك توك. ايوه شكون التيك توك ده؟ شنو سميته؟ تعرفوا انت؟ تعرفوا انت تعرفه؟ طب دور كده يا جماعه، دوروا عندكم. يعني نور كشتاف الموبايل كده وشوف. ايوه ده رقم 2 بعد علامه هتلر. انا عن نفسي طول عمري شايل تليفون من غير رمز الشباك. طب اقول لك الكبيره، البيت عندنا كله بيبان بس ما فيهوش شباك واحد. ايوه انا شامم ريحه ماسونيه. مين الخونه اللي ورا الكشتاخ ده؟ هاشتاج صنع جزائري. ايوه انتوا يا جزائريين اللي ورا كل ده. وانا عارف المصنع اللي في الجزائر اللي بيصنع الكشتاخ ده. انا بعيني شفت التيكت اللي ورا الكشتاخ كان مكتوب عليها ميد ان الجيريا، معروفه. بس انا عندي سؤال بس يا سياده النايب، انت مش عارف ايه الكشتاخ اصلا، عرفت منين ان هو صنع جزائري؟ أيادي خفية. لا فعلا مؤامره كبيره فعلا. اصل لولا الهاشتاج ده ما كانش المغاربه عرفوا ان شركات الحكومه بتحتكر السوق وثرواتها عماله تتضاعف. كان زمان المواطن المغربي قاعد بالورد في الهاشتاجات التعارف وفجرني وفجرك. انت كتعرفوا؟ يا عم سيبك من الهاشتاجات يا سياده النايب. تعرف حاجه عن تزوج المال بالسلطه؟ ولا بلاش ده مش عارف الهاشتاج. لا ممكن يكون فاكرها حريه شخصيه عشان الشرع حل 4. بقى هم دول المفروض يراقبوا الحكومه؟ لا لو كده بقى يا جماعه نسمع من الحكومه نفسها. انا عرفت ان وزير الفلاحه والصيد البحري طلع اتكلم عن دور الوزاره في مواجهه زياده الاسعار ديت، نسمع منه. الامن الغذائي ديال بلادنا اللي هي جد مهمه، واللي الدوله كتعطي لها واحد الاهميه. من هنا ل 2030 ان شاء الله كاين واحد الرؤيه جديده اللي كتنبني على النتائج الحاليه باش نعملوا على تحديث القنوات ديال التسويق والمحافظه على الطاقه الشرائيه ديال المواطن. ارتفاع الاثمان ديال الدجاج 25 درهم، البيض درهم و30. اش ممكن تقول لنا؟ المواطن كيسول هذا السؤال. واش عمرك تسائلتي كيفاش تيديروا؟ والله العظيم انا لاعب. يلا يا جماعه في ايه؟ اسعار ايه اللي بتسالين عليها يا استاذه؟ ده احنا في مؤتمر صح. الامن الغذائي ديال بلادنا اللي هي جد مهمه، واللي الدوله كتعطي لها واحد الاهميه. من هنا ل 2030 ان شاء الله كاين واحد الرؤيه جديده اللي كتنبني على النتائج الحاليه باش نعملوا على تحديث القنوات ديال التسويق والمحافظه على الطاقه الشرائيه ديال المواطن. ارتفاع الاثمان ديال
الدجاج 25 درهم، البيض درهم و30. اش ممكن تقول لنا المواطن كيسول هذا السؤال؟ والله العظيم انا لاعب. يلا يا جماعه في ايه؟ اسعار ايه اللي بتساليني عليها يا استاذه؟ ده احنا في مؤتمر صحفي يعني. انت مش عارفه ان السعر انبوكس؟ اهو عمل سين ومشي. مش ممكن والله. هو يعني عشان وزير الفلاحه تساليه عن سعر البيض؟ ايه ما عندكوش تامر امين في المغرب؟ ناقص بقى تسالوه عن سعر اللبن والزبادي والعيش والحاجات الاساسيه دي بقى، ده اللي ناقص. عايزه تعرفي سعر البيض؟ روح سال الفرخه. بتسال الوزير ليه؟ يا جماعه حرام عليكم، بيتقمص. بلاش اسئله حقيقيه بقى. الراجل بيبص لقدام، بيتكلم عن 2030. من هنا ل 2030 ان شاء الله. انت ضامن تعيش انت ضامن تعيش ل 2030؟ لا هو بيقول لهم يعني ما تشتكوش من الاسعار دلوقتي، اصل هتعملوا ايه لما تعرفوا ان سعر البيضه هيبقى بسعر الكرتونه قدام؟ لا ما تقلقوش، التضخم ان شاء الله هيكون في السعر وفي الحجم. بعد كده كل مواطن يجيب بيض على مقاس قوته الشرائيه. حسبي الله ونعم الوكيل. بتحرجيني كده؟ جايبين لي صحفيه تساله اسئله في الصميم؟ انا مش قلت عايز مذيعه تسالني تهرب ايه العيسى الفلاح؟ يا عيني الوزير اتقمص، داخل يتكلم كلام مجعلص عن تثبيت القيمه الشرائيه ورؤيته ل 2030 والامن الغذائي. قامت المذيعه مدياله واحده اخلص سعر البيض كام؟ زعل ومشي. لا 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 الاسعار دي يا جماعه ما تسكتش عليها ابدا. معقوله؟ لازم حد يتدخل. ولو الوزراء مطنشين ففي معارضه في المغرب. ده كفايه اسم عبد اللطيف وهبي وزير العدل، كان معارض جدا قبل ما يكون وزير، دلوقتي لما دخل الوزاره شوفوا هيعمل فيكم ايه. سيد الرئيس، سيد الوزير، اسمحوا لي، كنت أريد أن أطرح سؤالا ولكن لما سمعت جوابكم اكتشفت أن حكومتكم لا جواب لها. يمكنش تكون كتقود حزب سياسي لما عندك فهم سياسي. ليس لكم تقرير وليست لكم رؤية وانا ما استطعت نفهم سي عزيز خنوش. وليست لكم تصور. لا التجمع ولا زعيم تجمع كيديروا السياسة. التجمع الوطني الأحرار أضعف جهة. أنا أمين عام حزب الأصل والمعاصر، ولذلك لن أقبل أن يترأسني أمين عام آخر. لا يمكننا ان نشتغل لديهم حالا ومستقبلا. وأنني لن أكون وزيرا. كان لقاء مع السيد الرئيس، تبادلنا مجموعة من الأفكار حول إمكانية التحالف الحكومي وحل العمل المستقبل. نحن مرتاحون في هذه الحكومة، وهذه الحكومة إن شاء الله ستقدم أحسن ما يمكن. عزيز أخنوش أولا هو ابن بلدي، رجل ناجح على مستوى الأعمال، شخصية قوية، كان يحتاج إلى شيء من السياسة تعلمها بسرعة. الرجل عنده قدرات كبيرة، فهم الوضع السياسي في المغرب ويساهم فيه بشكل ذكي، وسيكون له ما له في المستقبل. لا وزير عدل فعلا بجد، عامل كفه المعارضه نفس كفه لا خلي بالك عمرو اديب ما يعرفش يوزن الوزنه ديت. مش عيب مش عيب كده تبدا الفيديو كانك احمد عرابي رايح للخديوي اسماعيل ويخلص بانك احمد موسى في صدى البلد. انا خايف اروح المستقبل الاقيك غيرت كلامك مره ثالثه. طب قول لي ده كان اخر طموحك ولا اول سلمه؟ نحن مرتاحون في هذه الحكومة. من اول ما قعد على مكتبه ولف الكرسي ابو عجل كده فعلا حس بالتغيير. بصوا بجد تغيير ده ولا مش تغيير؟ تغيير في الحكومه، تغيير في اوضاعي، المهم يعني تغيير. وأنني لن أكون وزيرا. هو تقريبا كملها في سره وقال لو وددت ان اكون وزيرا. شو هو يقول انا مش ببيع نفسي، انا حلمي من زمان ابقى وزير عدل، من زمان كنت امسك الشاكوش كده واقعد اخبط على السفره جامد عندنا في البيت. واقول لكم بقى على التقيله، عندي صوره الاخنوش حاططها عندي على الدولاب. وعندك فهم سياسي. اللي هو كان محتاجني يعني، هو عارف ان انا ليا وزن في السوق وهظبط الميزان ان شاء الله. ده بياكد ان عمره ما يرضى يكون في الحكومه هوبا بقى وزير العدل. يمكن دي حركه والمعارضه حطها جاسوس جوه الحكومه. يمكن. حكومتكم لا جواب لها. بس لو تبعتوا لي جواب التعيين يعني اكون داعم جدا ليكم. لا رئيس الحكومه ده من كتر ما بحبه بعرضه بس بنكشه كده عشان يرفع سماعه التليفون ويبص عليا بمنصب. لا لا يا جماعه معلش سوري انا اسف، المعارضه اللي تكون من الحكومه ما تنفعناش. احنا عايزين معارضه مش محايده، معارضه مع الشعب، معارضه كده تقف قدام الحكومه المغربيه وما يهمهاش حد وتقول ان انتم مقصرين في حق الشعب المغربي اللي الفتره دي بامانه بيعاني اشد معاناه. بداية نرحب بك السيد رئيس الحكومة معنا وبيننا في هذا الفضاء الدستوري الذي افتقدك وافتقدناك فيه. الحكومة ديالكم في عامها الأول تدهورت فيها القدرة الشرائية للمواطنين بطريقة غير مسبوقة. 81% من الأسر تدهور الوضع المعيشي، 44% حسابهم البنكي 0 درهم، وهذا أخطر ما يمكن أن يتعرض إليه بلد. رئيس الحكومة بحال بوي المغاربة وبمثابة أب المغاربة، طبعا كمعارضه ننتقدك واحيانا كنكونوا شويه قاسيين معك، ولكن كما كيقول المغربي كندعي على ولدي وكنكره اللي يقول امين، وهذا عربون على المحبه اللي كنحكنوا لكم سيد رئيس الحكومه. لا ارجوك انت بتضحك ليه؟ ما تضحكش. لا انا بتكلم بجد واعتبر ده يعني عربون محبه. لا ما تردش الطبق فاضي، هنا حاجه كده من حقائبك الوزاريه. معلش هو فاكرك بس معارضه، مش فاهم ان انت بتقدم تقريبا على منصب وزير الاقتصاد في هذا الفضاء الدستوري. ولو حبيت تملاه يعني من بكره انا مجهز حاجتي في الكرتونه عشان استلم مكتبي. فيها معارضه فيها معارضه، ده انت لو بتعاتبي خطيبك انه ما خرجكيش يوم اجازته هيبقى اقوى من كده.
لو احنا مش هنسكت ابدا على 81% من الاسر اللي دهور حالها المعيشي و44% من اللي رصيدهم صفر في البنوك. انا مخصمك يا حكومه. كنت شويه قاسيين معاك. لا حرام عليك، ما تبقاش قاسي عليه قوي كده. ايه هتعمل ايه اكتر من كده؟ هتشيل صوره بروفايل الواتساب بتاعتك؟ ولا لو الحكومه سالتك مالك هتقول ما انت يا حكومه لو كنت مهتمه كنت عرفت لوحدك. طب بالنسبه بقى لفساد الحكومه، بتواجهه باستجواب ولا بتشغل بقى سلطان؟ وانا غلطان عشان حبيت. ثانيه واحده يا جماعه، دي ايه المعارضه الطريقه ديت؟ ده الثلاث معارضين اللي عندنا شغالين اكتر من كده. اللي هو اللي عايز يبقى وزير يسال الرئيس كتير عشان يعني يفتكر شكله ويديله اعمال السنه. كل نائب جاي محضر برزنتيشن عن احوال الشعب المغربي وعايز يقيدها لاعلى منصب. الشعب المغربي من اكتر من سنين هو بيتظاهر بشكل حضاري جدا ويطالب بمواضيع معاشيه هي من حقه. نتمنى من الحكومه المغربيه ان هي تسمع صوتهم وتلبي احتياجات الشعب مش احتياجات اعضائها. ويا ريت المسؤولين ما يقروش من نفس الكتاب بتاع حكوماتنا العربيه. بلد بحجم المغرب الشقيق تستاهل ان يكون عنده كتاب خاص بيه يعلم كل اللي حواليه ان المناصب خلقت لخدمه الشعب، وان اصحاب المناصب ديت مش دايمين عليها، ومحدش دايم بعد ربنا الا الشعب. لو بتشوف